نفسك تعملي طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بتاع المحلات؟ هقولك في دقيقة على كل التكات اللي تخلي المكرونة تطلع مفلفلة واللحمة ثابتة وقالب واحد. أول تكة في العصاج، البصل لازم يكون كتير وشوحيه لحد ما يدبل بس. انزلي باللحمة وبهاراتك، ملح وفلفل وسبع بهارات، وأهم حاجة رشة جوز الطيب، دي اللي بتدي ريحة المحلات وتخلي الطعم مميز. تاني تكة في الصلصة، في شوية زيت شوحي تومة مفرومة مع كزبرة ناشفة وانزلي بمعلقتين خل وبعدين عصير الطماطم. والسر هنا إن الصلصة لازم تكون خفيفة وبتغلي، اوعي تسبكيها عشان هي دي اللي هتسوي المكرونة. تالت تكة في التقفيل، ادهني الطاجن زيت كويس جدا عشان يتقلب معاكي بسهولة. اضغطي اللحمة تحت بقوة وعليها المكرونة نية زي ما هي من الكيس، وصبي الصلصة المغلية لحد ما تغطي المكرونة بزيادة 2 سنتي بالظبط، يعني مقدار عقلة صباع. رابع تكة، غطي الطاجن بالفويل واكتميه بالضبة والمفتاح عشان البخار هو اللي هيسوي المكرونة. دخليه فرن سخن على الشبكة اللي تحت لمدة 35 دقيقة، ولما يطلع سيبيه يهدى 5 دقايق قبل ما تقلبيه عشان ينزل معاكي قالب واحد ومظبوط. أحلى طاجن مكرونة هتاكليه وتدعيلي. جربيه وقوليلي رأيك في التعليقات، وما تنسيش تتابعي دقيقة طبخ مع زوزو عشان كل يوم عندنا معلومة وطبخة جديدة.